ورجعنا لكم في برنامج دكتور هيلث، أكبر برنامج طبي في مصر والشرق الأوسط. كتير مننا بيربط تقويم الأسنان بالشكل الجمالي، لكن الحقيقة إنه كمان ليه دور مهم في تحسين طريقة الأكل والكلام وصحة الفم بشكل عام. عشان كده معانا دكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحة الفم والأسنان بالقصر العيني. أهلا يا دكتور، منورانا. أهلا بيكي يا رضوى، أهلا بيكي، ميرسي لذوقك. دكتور قولي لنا، هل التقويم بيبقى بنعمله عشان شكل جمالي ولا فعلا علاجي؟ هو في الحقيقة هو التقويم علاجي، بس الناس ما بتاخدش بالها غير لما بيأثر على الشكل فبيتجهوا الأساس ان دوت حاجة تجميلية. لا، التقويم دوت حاجة علاجية في الأصل. يعني احنا لو عندنا بروز في الفك العلوي، يعني بروز شديد واضح في الفك العلوي، أو عندنا تمدد في الفك السفلي ان هو طالع لقدام أكتر من اللازم، بيفرق جامد جدا معانا في الشكل دوت. آخر حاجة بس أول حاجة في المضغ، في مفصل الفك. لا تتصوري ان دوت بيأثر جدا على البلع، بيأثر على الكلام، بيأثر على عوامل كتيره جدا. لازم علاقه الاسنان ببعضها تكون علاقه مثاليه، ولازم نلحق الموضوع دوت من بدري. يعني نبدا نودي ابننا لدكتور الاسنان المتخصص في التقويم من سن 6 ل 8 سنين. السن دوت سن مناسب اللي بيسمح لنا ان احنا نعمل استعدال في العضه. تمام. طيب ايه هي العادات الغلط اللي بنعملها اللي ممكن تؤدي ان الشكل الاسنان يتغير وان انا احتاج اعمل تقويم؟ موضوع العادات ده بقى موضوع كبير جدا. اكتر العادات اللي بتغير شكل الفكين وبتغير في نمو الفكين هو عاده مص الصباع، او بنحط الصباع في بقنا. وكمان بندخل فيه بقى لو حد ماسك قلم على طول بيحطه، بنسى. في حاجات كتير بتاثر على الفك دوت. لا تتصور انه بيأثر على الفك العلوي، يخليه طالع لبره، وبتلاقي كانه عامل ثامب برينت من صباعه في سقف حلقه، بيبقى كانه نايم في سقف حلقه من كتر ما هو بيحط صباعه في سقف حلقه. دي حاجات بتاثر جدا على الفك وعلى النمو بتاعه، بتعمل بروز شديد، بتعمل لعثمه في النطق، بتعمل حاجه اسمها العضه المفتوحه. العضه المفتوحه والكلام ده كله دي مشاكل كبيره. من ضمن برضو الحاجات اللي بتاثر جامد قوي هو ان احنا نتنفس من بقنا مش من مراخيرنا. ده موضوع كبير جدا ومهم قوي ان احنا ناخد بالنا منه، وان الطفل لازم يروح لدكتور انف واذن يعالج المشكله دي. بالنسبه لنا احنا التنفس من الفم بيبوظ علاقه الفكين، بيبوظ علاقه الاسنان ببعضها، بيأثر على اللعاب. البق بيبقى ناشف، فاللعاب بيكون قليل، ما بيحصلش ووشنج للاسنان، فبيزود معدل التسوس، بيزود اللخبطه في الكلام، بيعمل مشاكل في عسر هضم، بيعمل مشاكل في النطق. الموضوع دوت في منتهى الاهميه. لما نلاقي ابننا بيعمل عاده سيئه او بيتنفس من بقه مش من مناخيره، لازم بسرعه نروح لدكتور اسنان يحل المشكله دي. طب دكتور إسراء، أنا أول مرة أعرف إن في حاجة اسمها تقويم شفاف. هل هو مختلف عن المعدني، ومين بتختاري له ده ومين بتختاري له ده؟ التقويم فيه نوعين كمان. الشفاف فيه نوعين، في شفاف ثابت وفي شفاف متحرك. الشفاف الثابت دوت بيتعمل عادي جدا زي المعدني، بس بدل البلاطه ما بتكون او البريسز بدل ما بتكون معدنيه بتكون شفافه. دي بتجيب نفس النتائج بتاعه البريسز المعدنيه، وبتكون من بره في سلك ما بينهم بيربط البريسز ببعضها. يعني هو زي المعدني. لكن الشفاف المتحرك ده تكنولوجي تاني خالص. ده بيتم بالكمبيوتر وبتتعمل في شركات بره مصر، وده بنعمل له الاول تصوير اشعه، وبنعمل له تصوير بالكاميرا، وبنعمل له مقاسات، وبنصور له سكانر بالكمبيوتر، وبنبعته بره بنعمل كوتيشن. ميزته ايه بقى؟ الناس اللي قاعده بره او ما بتنزلش مصر كتير او ما تقدرش على زياره دكتور الاسنان كتير، بنعمل لنا كيتس عباره عن قوالب شفافه بنلبسها على الاسنان، بتضغط على الاسنان بطريقه معينه بترجعها مكانها. بنغير المجموعه كل 3 أو 4 شهور بيجي يتابع. ولو في حد مسافر فتره اكبر ممكن نعمل كيتس لمده 6 شهور مثلا، وبعد كده يجي تاني علشان يتابع، ونعيد نفس السايكل علشان يقدر يلبس الالاينرز دي للمده اللي احنا محتاجين لها. طيب هل التقويم ممكن يعمل التهابات في اللثه مثلا او يزود التسوس او كده؟ طبعا لو ما اهتمناش ورحنا لدكتور الاسنان وعملنا جهاز تنظيف للاسنان وننظف تحت جهاز التقويم ويشيل لنا السلك وننظف ويبقى في منتهى الدقه، للاسف احنا لو ما عملناش كده بيحصل التهابات في اللثه، بيحصل معامل التسوس بيعلى، بنلاقي السنان دي اتسوست بعد ما نشيل التقويم، بنلاقي في دم بينزل من اللثه، اكل بيحشر. الموضوع دوت مش جميل خالص ان احنا نسيبه. لازم نروح لدكتور الاسنان مره كل 3 شهور لو عاملين تقويم او مش عاملين تقويم، عشان نحافظ على صحه الاسنان واللثه. ميرسي جدا يا دكتوره اسراء على المعلومات القيمه جدا دي، ودايما بنتشرف بوجودك معانا. ميرسي جدا لذوق حضرتك. شكرا دكتوره اسراء السعيد، افدتينا بمعلوماتك المهمه، وانتظرونا في الفقرات اللي جايه من برنامج دكتور هيلث. اوعى تروحوا في اي حته.